تخيل معايا كده إن في بنت مصرية عايشة وسطنا عادي جدا، بنت جميلة ومتعلمة، وكل اللي حواليها وأهلها فخورين بيها. مفيش أي علامة تدل إنها ممكن في يوم من الأيام تكون أخطر ورقة في إيد العدو. لكن الحقيقة البنت دي هي هبة سليم، كانت السبب في استشهاد جنود كتير من المصريين وضياع خطط عسكرية مهمة جدا، وكل ده بإرادتها. إزاي بنت من أسيوط تبقى من أخطر الجواسيس الإسرائيليين داخل مصر؟ إزاي المخابرات المصرية قدرت تكتشفها وتجيبها لحد هنا؟ وإزاي إن أمريكا كانت مهتمة جدا للجاسوسة دي قصة مش بس عن الخيانة، دي قصة عن ذكاء وصراع ونهاية مرعبة. هبة سليم بنت اتولدت سنة 1947 في أسيوط، عاشت فترة طفولتها هناك، ولكن بسبب شغل أبوها انتقلوا للقاهرة وعاشوا في أرقى أماكن القاهرة وهي المهندسين. كانت بنت الأسرة مصرية عادية جدا، أبوها موظف كبير في وزارة التربية والتعليم، والدتها ست بيت مصرية أصيلة، يعني ولا محتاجة فلوس ولا مضغوطين، حياتها ماشية مستقرة جدا. هبة من وهي صغيرة كانت مختلفة شوية، بتحب تلبس شيك ومتفوقة في دراستها وملفتة للنظر. البنات في سنها كانوا بيغيروا منها، والولاد كانوا كلهم عايزين يتعرفوا عليها. كبرت ودخلت كلية الآداب، قسم لغة فرنسية في جامعة القاهرة. هناك شخصيتها بدأت تتشكل أكتر، بقت شايفة إنها مميزة عن كل زمايلها. ومع أجواء الجامعة والحرية اللي كانت جديدة عليها، هبة اتأثرت جدا بالثقافة الغربية، ومع الوقت بدأت تحس إن المجتمع اللي حواليها مغلق، وخصوصا بعد حرب 67. الهزيمة دي كسرت قلوب مصريين كتير قوي، وكانت منهم هبة. بس الفرق هنا ان هبة ما خدتش طريق الحزن زي باقي الناس، لا، هي خدت طريق تاني خالص. بعد ما خلصت هبة دراستها في جامعة القاهرة، كان عندها حلم تاني كبير، وهي انها تسافر باريس تكمل تعليمها. وفعلا قدمت منحة وسافرت هناك. باريس بالنسبة لها عالم جديد، حياة مختلفة وحرية ملهاش حدود، اجواء سفر وموضة وموسيقى، بالنسبة لها أكنها دخلت الجنة. في البداية كانت كل حاجة ماشية عادي، هبة بتدرس في الجامعة وبتعرف ثقافات وناس مختلفة عنها، لكن في نفس الوقت بدأت تبعد عن عاداتنا وتقاليدنا المصرية. وفي وسط الزحمة دي ظهر في حياتها شخص اسمه سليم، شاب وسيم وبيلبس كويس وشكله مثقف وبيعرف يتكلم كذا لغة. قرب منها بسهولة جدا، عرف ازاي يخليها تثق فيه وتتكلم معاه من غير اي حواجز. وبعد شوية كشف لها انه مش مجرد شاب عادي. سليم ده بقى مش شاب عادي، ده حد خطير جدا، ده عضو من جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد. سليم قدر يخش حياتها بهدوء، ابتدى يسمع لها ويشاركها كل اهتماماتها بهدوء، ويبين لها ان هو مختلف عن اي حد قبله. وبالتدريج هبة بدأت تتعلق بيه. هنا بقى بدأ التحول الحقيقي. هو في الحقيقة مش داخل حياتها علشان حب او صداقة، هو كان داخل علشان هدف مهم بالنسبة له واضح، يجند هبة لصالح الموساد. هبة البنت المصرية اللي كانت شايفة باريس جنة الحرية، اتعلقت بسليم لدرجة ان بقت شايفاه ان هو الوحيد اللي بيفهمها. كانت بتقعد معاه بالساعات وتحكي معاه عن حياتها وعن بلدها وعن بيتها في مصر وعن كل حاجة صغيرة وكبيرة. في البداية كان بيسألها أسئلة عادية عن عيلتها، عن شغل أبوها، وعن أصحابها في مصر. أسئلة تافهة جدا وما تديش انطباع إنها أسئلة خطيرة خالص، لكن الأسئلة دي كانت متقسمة ومترتبة بدقة. كل إجابة كانت هبة بتجاوب عليها كان بالنسبة للموساد ده سؤال وانت بترد عليه، قطعة صغيرة في البازل اللي بيجمعوها عن المعلومات عننا. بعد فترة سليم قرر ان يكشف لها عن هويته الحقيقية، انه مش مجرد شاب عادي، انا بشتغل في جهاز مهم جدا للأمن والأمان في الشرق الأوسط. كلامه كان ناعم جدا، في دبلوماسية عالية، ما قالش كلمة موساد في الأول، لأ، هو خلى الموضوع عادي جدا، أكنه واحد سياسي وإنه بيدور على ناس مثقفة وواعية. طبعا هبة اتصدمت، بس هو لعبها صح، هو مش بيفكر في أي حاجة وخلاص. دخل من نقطة ضعفها، حبها ليه وإنها نفسها تعيش حياة مختلفة بعيد بقى عن القيم والعادات والتقاليد اللي كانت عايشاها في مصر. في لحظة ضعف وافقت، ومن هنا كانت بدأت المهمة الرسمية. الموساد بدأوا يدوها تكاليف صغيرة تعملها، حاجات شكلها مش خطير زي انها تجيب لهم شوية معلومات عامة كده عن الجو عامل ايه في مصر، رأي الناس في القرارات الحكومية، او اخبار عن الجيش من قريب او من بعيد. والخطير بقى انها بتوصل للمعلومات دي بكل سهولة عن
طريق اصحابها او معارفها او قرايبها او ابوها حتى، ومن غير ما حد يشك في اي حاجه. الموضوع بدأ يكبر والفلوس بدأت تخش عليها، مبالغ ضخمه بتتبعت لها في باريس، ومعاها وعود بحياه رفاهيه ملهاش حدود. ومن هنا هبه رسميا بقت عضو في الموساد من اول لحظه. والموساد كانوا عارفين ان قيمه هبه الحقيقيه مش في شخصيتها، هي في اللي حواليها. هبة بنت الأسرة عادية لكن عندها صديقة مقربة جدا، بنت لواء كبير قوي في الجيش. البنت دي كانت بتحكي لهبة كل صغيرة وكبيرة بتحصل في الجيش. البنت دي كانت بتحكي كل حاجة لهبة بمنتهى العفوية، بتتكلم عن أبوها واجتماعاته وانتقالاته والقرارات اللي بياخدوها في الجيش. بالنسبة للبنت دي مجرد فضفضة عادية، لكن بالنسبة لهبة ده كنز معلومات كبير جدا بيتبعت لها أول بأول. هبة بدأت تنقل كل كلمة بتسمعها، أوقات بتكتب في ورق بكلام مشفر، وفي أحيان بتوصل المعلومات بمكالمات مباشرة أو حتى بطريقة كلام مشفرة ما بيفهمهاش غير الطرفين. الموساد كانوا بيستقبلوا كل معلومة بدقة، وكانوا شايفين ان عندهم مصدر من اهم المصادر اللي بتجيب لهم المعلومات من مصر. وفي لحظة اتاخد القرار، خلاص بقت هبة مش مجرد هاوية، بقت عضو أساسي عندهم. بدأوا يطلبوا منها تفاصيل أكتر زي أماكن قواعد الصواريخ، وأكتر حاجة كانت فارقة في الموضوع إنها وصلت لمعلومات حساسة جدا عن موقع صاروخ سام 6 اللي كان ساعتها عامل رعب لإسرائيل كلها. المعلومات دي لما وصلت لتل أبيب ساعدتهم جدا إن تضرب المواقع بتاعة الصواريخ وتعمل خسارة كبيرة جدا للجيش المصري وقتها. وده خلى المخابرات المصرية تبدأ تشك إزاي العدو عارف أماكن سرية وحساسة بالطريقة دي، إزاي قادر يضرب في أماكن دقيقة بالشكل ده. الجواب كان واضح، في خيانة من جوه الجيش. ومن هنا بدأت رحلة التدوير على الجاسوس المزروع وسطهم اللي بيسرب كل المعلومات. المخابرات المصرية كانت في الوقت ده في حالة استنفار كامل، كل معلومة بتتسرب بتكون ناجحة، وكل ضربة إسرائيلية بتكون ناجحة ودقيقة جدا. وهنا بدأ الجيش المصري يركز على التسريب، مين ممكن يوصل المعلومات دي، مين ممكن يكون عنده علاقات مع ضباط الجيش أو حتى عائلتهم. ومع التحقيق والتدقيق بدأ يظهر اسم هبة سليم ويلمع، بنت صغيرة وسافرت أوروبا في وقت حساس جدا، رجعت بفلوس كتيرة وماركات وسفر مستمر ومن غير سبب واضح، وفجأة ومن دون أي أسباب بقت مقربة جدا لبنت اللواء. الموضوع كله كان غريب، لكن المخابرات كانت عمرها ما بتتحرك بالشك، بس كان لازم يبان دليل. وهنا بدأوا يخططوا لفخ ذكي جدا، عملوا نفسهم مش واخدين بالهم من حاجة وسابوا هبة تتحرك زي ما هي عايزة، وفي نفس الوقت كانوا بيتتبعوا كل تحركاتها وكل مكالماتها وكل الرسائل بتاعتها. وبعد فترة اكتشفوا انها مش بس بتسرب معلومات، دي كمان مرتبطة بضابط في الجيش المصري اسمه فاروق الفقي. الضابط ده كان بيوصل لها بكل دقة تحركات الجيش المصري وأماكن الصواريخ ومعلومات حساسة جدا. الخيانة وصلت لمرحلة خطيرة، لكن المخابرات ما قررتش إنها تواجه هبة مواجهة مباشرة، بالعكس قرروا يواجهوها مواجهة تخليها تكون واثقة في نفسها أكتر. وبدأوا يعملوا خطة عبقرية إزاي يخلوا الموساد يحسوا إن الأرض بتهتز تحت رجليهم، وفي نفس الوقت يوقعوا هبة في الفخ. وفي اللحظة دي كان في عنصر مهم جدا، هبة كانت مغرورة ومقتنعة ان هي اذكى واحدة، وده كان المفتاح اللي خلى المخابرات تمسك بداية الخيط. قرروا يخلوا الوضع حواليها عادي جدا وكأن مفيش حاجة خالص، لكن فجأة اتقفلت كل المصادر اللي كانت بتجيب منها الاخبار. مكالماتها كانت بتتأخر ومعلوماتها بتتغير فجأة، وعمليات اسرائيلية بتفشل. الموساد ساعتها بدأوا يشكوا فيها، لكن هبة ما فهمتش، افتكرت ان هي مجرد ظروف حرب. ولما اتزنقت قوي قررت ان هي تسافر باريس تاني علشان تقابل الضابط الاسرائيلي اللي بتتعامل معاه. ومن هنا بدأ الدور المصري يظهر. المخابرات المصرية كانت مستنية اللحظة دي بالذات، رتبوا خطة مع المخابرات الفرنسية يخلوها تحس ان كل حاجة طبيعية جدا، وفي لحظة وصولها للمطار يتم القبض عليها بهدوء تام. وفعلا أول ما هبة وصلت للمطار في باريس استقبلها ضابط مصري بوجه مبتسم جدا، وقال لها محتاجينك في حاجة، احنا محتاجينك في اجتماع صغير في موضوع مهم لازم نتكلم فيه. هبة دخلت العربية وهي مطمئنة جدا، فاكرة ان هي رايحة تقابل الاسرائيليين، لكن لما الباب اتقفل لقت نفسها محاوطة
بضباط مصريين. الصدمة كانت قاتلة، ولأول مرة وشها يتغير. اللي كانت واثقة في نفسها ومغرورة بقت دلوقتي مرتبكة ومرعوبة. في اللحظة اللي هبة اتقبض عليها في باريس كل حاجة في حياتها اتقلبت. كانت متخيلة ان هي رايحة تقابل ضباط اسرائيليين تستلم مكافأة او تعليمات جديدة، لكن لقيت نفسها فجأة وجها لوجه مع الضباط المصريين. ركبت العربية وهي مرعوبة، ويا دوبك كده في ابتسامة على وشها، بس عارف كده الابتسامة الصفراء هي دي. واحد بص لها من الضباط المصريين بابتسامة خفيفة وقال لها رحلة بسيطة كده هرجعك لبلد. كلمة نزلت عليها زي الصعقة، اتجمدت في مكانها وصوتها بدأ يقطع. كل اللي قدرت تقوله أنا مسافرة أجازة صغيرة، لكن محدش رد عليها. الأمر كان منتهي. الخطة المصرية كانت دقيقة جدا، لازم هبة ترجع مصر من غير ما حد يحس، وبالذات الموساد ما يشموش حتى خبر، وده كله بالتنسيق مع المخابرات الفرنسية. جواز سفرها اتسحب وأوراق رسمية اتزورت أكنها راكبة عادي. رحلة خاصة اتجهزت من باريس للقاهرة، وفي نص الليل الطيارة بدأت تطير. أول ما دخلت مبنى المخابرات في القاهرة اتفتحت صفحة جديدة، غرفة تحقيق مظلمة، كرسي خشب بسيط ومكتب محطوط عليه ملف كبير جدا مكتوب عليه هبة سليم. ضابط المخابرات دخل وبكل هدوء قعد ومسك الملف، بصلها وابتسم وبكل هدوء قال لها ازيك يا هبه، عامله ايه في باريس؟ هبه حاولت تتمالك نفسها. انا كنت مسافره دراسه، انتوا ليه جبتوني هنا؟ الضابط رد بهدوء وهو بيقلب في الورق. دراسه ها؟ بضحك كده خفيفة. طب ايه رأيك نقلب في شوية ورق ورسايل وصور؟ بدأ يطلع قدامها صورها مع الضابط الإسرائيلي ورسايل مشفرة بعتتها للموساد وتقارير منسوبة ليها عن الصواريخ المصرية اللي اتضربت. كل ورقة شافتها زي قلم على وشها، وطبعا زي ما أي حد بيلكن انا ما اعرفش حاجه عن الورق ده، انا ما عملتش حاجه. الضابط قرب منها وبكل هدوء قال لها كلمه وقعت قلبها. فاروق الفقي اتقبض عليه وقال كل حاجه. هبه في الاول كانت عامله نفسها قويه ومش مهتمه ايه اللي بيحصل اصلا، ورافضه ان تبين ان هي منهاره، لكن ضابط المخابرات المصريه كان عارف قوي ان اللوع ده لو اتلعب في اعصابه هيروح في داهيه. في اول يوم الضابط ده ما سالهاش كتير، سابوها قاعده طول الليل في الاوضه لوحدها من غير ساعه ولا نور ولا شبابيك ولا اي حاجه. أوضة ضلمة قاعدة فيها طول الليل. الزمن بالنسبة لها وقف، الحاجة الوحيدة اللي عمالة تسمعها طول الليل هو مشي الضباط من حواليها. في اليوم التاني دخل الضابط عليها، بصلها بكل هدوء وما اتكلمش ورمى شوية ورق قدامها. الورق ده كان صور ليها مع الضابط الإسرائيلي. هبة وشها بيض مرة واحدة، مدت إيدها للورق وللصور وأكنها مش مصدقة. ردت بعدها بثواني وصوتها بيقطع، انا كنت بس بتعرف على الناس، وهو عرض عليا شغل عادي. الضابط ساعتها عارف ايه اللي بيحصل، بصلها بكل هدوء وقال لها شغل عادي؟ طب ايه تفسير الرسائل المشفرة دي؟ وفتح ملف وطلع منه برقية مشفرة كانوا ماسكينها من الاتصالات اللي كانت بتتصلها مع الموساد، وهم فكوا الشفرة وكان مكتوب فيها مواقع عن الجيش المصري. هنا هبة فقدت القدرة على التمثيل، خلاص اخيرا جابت اخرها، واول كلمة طلعت منها انا غلطان. بعد ساعات طويلة من التحقيق والضغط النفسي بدأت تعترف بكل حاجة. ازاي الموساد قدروا يجندوها وهي في باريس، ازاي اقنعوها ان مصر عمرها ما هتقدر تهزم اسرائيل، ازاي قدرت تستخدم علاقتها مع فاروق الفقي علشان تقدر تطلع منه المعلومات الحساسة جدا عن الجيش المصري، وازاي بعتت كل الرسائل المشفرة دي للجيش الاسرائيلي. كل اعتراف ليها كان بيتسجل، كل اعتراف كان بيودي الشكوك اللي كانت عند الجيش المصري. بعد ما خلصت كل الاعترافات قعدت تعيط، بس لانها مش خايفة لكن لانها ادركت ان هي اتخدعت. الموساد استغل حبها للطرف والفلوس وقدروا يسيطروا عليها وياخدوا منها المعلومات المظبوطة. الضابط قال لها كلمة كانت قاسية بس واقعية، اسرائيل ما بتعرفش وفاء، لو اتقبض عليك هناك كانوا اول ناس هيتخلوا عنه. هنا هبة اتدمرت، كانت عارفة ان خلاص النهاية قربت. بعد ما اعترفت على نفسها بكل حاجة كان وقت المحاكمة اللي كانت مصر كلها مستنياه ساعتها. القاعة مليانة صحفيين محاميين وضباط واقفين يراقبوا كل التفاصيل، كل واقف عايز يشوف الست اللي باعت بلدها وهددت أسر كتير جدا من المصريين. هبة دخلت القاعة وهي لابسة لبس السجن، وشها بيقول ان خلاص انا عارفة نهايتي، وعيون الناس كلها باين ان هي بتقطعها. شوية من الناس بيشوفوا ان هي خاينة
وشوية من الناس مستغربين ازاي بنت بالرقة والجمال ده تعمل كده. النيابة عرضت الأدلة، كل اللي هي قالته، كل ورقة وكل صور وكل تفصيل عن اللي هي عملته. القاضي بصلها وقال لها انت عارفة انت عملتي ايه؟ دي اسمها خيانة عظمى، وانت عارفة عقوبة الخيانة العظمى دي بتكون ايه؟ ردت وهي بتهته: انا كنت صغيرة وضحكوا عليا، انا ما كنتش فاهمة ان انا ببيع بلد. القاضي رد عليها بجملة صغيرة وبسيطة: الجهل مش مبرر للخيانة. الحكم اخيرا ظهر والجلسة ما طولتش، الدلائل كانت واضحة ومفيش أي مجال للشك. القاضي نطق بالحكم: الإعدام شنقا للمتهمة هبة سليم بسبب الخيانة العظمى. النهاية المعروفة لأي خاين: عمرك ما تثق في أي إسرائيلي مهما بين لك إن أنت جامد واداك الثقة المفرطة في نفسك. وهم ما عندهمش أكتر من الفلوس والقوة، لكن اللي عنده الحق هو اللي بينتصر في الآخر. انت مش متخيل حتة البنت الصغيرة اللي احنا بنتكلم عنها دي كانت مهمة بالنسبة لهم قد ايه. اي معلومة صغيرة كان بتديها لهم ده كان بالنسبة لهم بحر من المعلومات، لدرجة ان وزير الخارجية الامريكي هنري مش عارف اسمه ايه كده، يعني مش مهتم اصلا باسمه، جه مصر وقابل الرئيس انور السادات. وكان ساعتها اصلا الدنيا فيها توتر، لكن قال لك احنا عايزين نخلي الدنيا امان ما بيننا وما بين مصر، وان احنا زي العسل مع بعض ومفيش حاجه ما بيننا. وفي لحظه وهو قاعد مع السادات قال له في بنت عندكم عندها 27 سنه اسمها هبه سليم، احنا محتاجينها. رد عليه ساعتها السادات بهدوء وابتسامه خفيفه، قال له موضوع هبه ده منتهي، هبة تحت التراب دلوقتي. تحس ان الجيش المصري كان واثق ان الزيارة دي جاية علشان البنت دي، ووزير الخارجية الامريكي رجع ايد ورا وايد قدام. دي نهاية كل حد خاين. وما تنساش في اخر الفيديو تدعي لاخواتنا في فلسطين. اشوفكم بقى في قصة جديدة.